السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتيني جدا جدا جدا. اخباركم ايه؟ انا متغيبة عنكم بقالي فترة علشان بس والله ما عنديش مساحة خالص في الموبايل. جايبه لكم كده طريقة عمل البيتزا الجبارة دي، كان شكلها جميل قوي، طعمها احلى واحلى. كان معايا كوبايتين دقيق، وبعدين حطيت عليهم باكو خميرة كده فورية، وبيكنج باودر، كيس كامل من البيكنج باودر، ورشة ملح ورشة سكر. طبعا عملت على مقدارين علشان ما اتلخبطش، علشان في الاخر لما اجي احط كل المكونات على بعض يعني مش بعرف ان انا اقسم كويس العجينه. فانا حبيت ان انا احط هنا مقدار وهنا مقدار، هنا كوبايتين وهنا كوبايتين. كنت كل ما احط في البوله دي احط في نفس البوله دي نفس المقادير اللي انا قلتها. وهنا كده بدات اجيب ميه دافيه، بدات اعجن بيها لحد ما العجينه خلاص تتلم من ايدي كده وما تلزقش خالص في ايدي ولا تلزق حتى في البوله. وطبعا رشه الزيت بقى اللي انت عارفاها، وهكتب لكم المقادير دي كلها تحت في صندوق الوصف ان شاء الله. انا استخدمت كده يجي ربع كوبايه زيت او فوق الربع بشويه. شايفين يا بنات؟ كده بقول لكم فضلت اللي انا اطبطب عليها كده واجيبها يمين واجيبها شمال لحد ما لحد ما طلعت خالص من ايديا وما تلزقش خالص في ايديا. ودي كانت التانية يا بنات، برضه عملتها بنفس النظام لحد ما ما لزقتش خالص في ايديا ولا حتى لزقه خالص في البوله. شايفين طريقه زي وجميله. طبعا ده بفضل الميه الدافيه، تحط كده ميه دافيه زي دمعه العين، ولا هي مغليه قوي ولا هي ساقعه قوي، يعني في النص كده. تمام. وهنا كده كنت بعمل تاني يوم او تالت يوم مش فاكره، كنت بعمل ملوخيه. ولا مش كنت بعمل ملوخيه ايه اصل انا منزله كذا كده وصفه على طول معايا. يعني هنا كنت بعمل صلصه البيتزا. جبت زيت وعليها توم، وبعدين رحت نزلت عليه بشفشق طماطم ورشه زعتر ورشه ملح وفلفل اسمر. تمام يا بنات. كده العجينه لما اختمرت خالص معايا، شايفين منظرها، شايفين الهشه، شايفين القوام. بدات كده جبت الصينيه دهنتها زيت وفردتها فيها كلها. تمام. كان عندي فراخ كانت في الفرن من امبارح، وكان عندي بانيه، وعندي لحمه مفرومه، وطلعت طماطم وبصل وفلفل، وطبعا اديت كده رشه جريئه زي ما انتوا شايفين. وبعد كده احط الجبن. عندي جبنه شيدر وجبنه موتزاريلا وجبنه رومي، وحطيت ساعتها برضو لانشون مدخن. تمام. ادي الرومي، ده اللانشون المدخن. دي كانت التانية، بس طبعا التانية دي هناكلها تاني يوم ان شاء الله. برضو انا بقول لكم ادي اختمرت وان شاء الله كل مكوناتها هنزلها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. ده كان شكلها وعجبت جدا جدا، الحمد لله ابو مالك، الحمد لله رب العالمين. التاني يوم او تالت يوم بقى اللي انا اتلخبطت فيه، عملت ملوخيه، وبقول لكم انا خرطتها. انا بحب اخرطها على البلانشه. وهنا كده كنت بسلق لحمه بلدي، وهنا كده كنت بجهز التومه للملوخيه عشان دلوقتي نعمل طشه جميله. وادي كوسه كده عملتها، شايفين الدمعه حمرا ازاي، والسمنه كده على الوش، والرز مفلفل كده وجميل. وادي الملوخيه معايا ولا محتاجه اي حاجه خالص، الحمد لله قوامها مظبوط. الحمد لله رب العالمين. التومه عندي ما بتتحرقش وطلعت احلى طشه في الدنيا كلها. الحمد لله يا بنات، والله بفضل يرجع لله ثم امي، هي اللي علمتني كل الحاجات الحلوه دي. ادي الملوخيه كده مجهزاها جنبي، بتاكد من قوامها، مثلا مش محتاجه شوربه ولا تقيله ولا خفيفه كده يعني، وعماله اقلب فيها. عايزه تسمعي احلى طشه ابعديها خالص على النار. بعد كده ما تفكي الملوخيه تشربيها بالشوربه، ابعديها خالص على النار عشان تسمعي احلى طشه. شايفين يا بنات؟ اعتقد انتوا سمعتوا الصوت لوحدكم يعني غير ما اسمعهم. بقى برضو كده شويه ونحطه في الطبق التاني عشان نسمع طشه تاني. انا طماعه شويه.
احلى صوت بجد تسمعه واحلى ريحه تشموها، ريحه البيت كلها كده بركه وخير وسعاده. ربنا يديم علينا يا رب، نعمة يحفظها يا رب كده من الزوال. ده كان شكل الاكل اللي انا حطيته على الصينيه وعلى السفره. شايفين طاجن الملوخيه، طاجنين ملوخيه وطبق السلطه واللحمه عندي بعد ما سلقتها، عملتها بالبصل والطماطم والكوسه والرز والعيش، وبألف هنا علينا. تالت يوم يا بنات عملت صينيه جلاش بالفراخ. كان طعمه رهيب، وبالجبن بقى وبالطماطم والفلفل. حبيت ان انا اختصر لكم الصراحه، لو انتوا عوزتوا مني بقى اكتبوا لي تحت في الكومنتات او ابعتولي رساله على الواتس. معلش يا بنويت، جاتلي مكالمه تليفون. دي زي ما قلت لكم كده صينيه جلاش بالايه بالفراخ، معموله برضو بالجبنه الموزاريلا والشيدر واللانشون المدخن، بالفلفل والطماطم. طبعا يا بنات مش قادره لكم على الحلاوه والجمال، لو عايزينها اكتبوا لي برضو تحت في الكومنتات او ابعتولي على رساله على الواتس. ده كان غدا تاني يوم او تالت يوم. تمام. غدا رابع يوم بقى عملت كده فرخه بلدي سلقتها، وعملت شوربه لسان عصفور. شايفين الجمال، شايفين النظافه، شايفين الحلاوه. ده كان طبعا توابل ملح وفلفل اسمر وكمون. واقفلي على كده، بلاش نفتكس كده في الفراخ المسلوقه او اي اكله يعني. تمام، علشان طعمها ما يضيعش. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ده طبعا كان شكل المطبخ من فوق، انا كنت منضفاه بسترس وباور وكل حاجه كده، وحطيت كده مشمع فوق عشان ما يتكونش الدهون على المطبخ نفسه، يتكون دهون عليه. شايفين بقى السميك بيلمع ازاي يا بنات، وكل حته الحمد لله عندي نضيفه. ده كان شكل البيتزا برضو، انا مش عارفه المقطع ده اتعاد تاني ليه، بس برضو مش مشكله، نتامل كده في جمالها وفي حلاوتها وفي طعمتها. وبس كده يا بنات، مع السلامه.